مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم في ميادين نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية. المستهل بالعناوين: أعمال تنموية واسعة في صارونا. حملة تعبئة لانتخابات إدارات الضواحي في الإقليم الأوسط. مزارعو يطحل ونار أمس يسعون لتنمية البساتين. 15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شرقي حلب. ترامب يتوعد أوروبا من رسوم جمركية وتحذير من آثار عالمية. كوريا الشمالية تنتقد روبيو وتتوعد بالرد على الاستفزازات الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله. يتم تنفيذ أعمال تنموية واسعة بمساعدة الآليات في مديرية صارون بالتنسيق مع الخدمة الفنية العامة للإقليم الجنوبي وإدارة مديرية صارون لإصلاح الطرق الترابية التي جرفتها الفيضانات. وقال قائد الفرقة 11 العقيد أسرس إسحاق لوكالة الأنباء الإريترية إن خدمة النقل الرئيسية لسكان مسحال أخران وحد شعدي وأخران ومناطق أخرى قد تم إصلاحها بالكامل. وأوضح أن الطريق الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا لم تتم صيانته لسنوات عديدة، وكان له تأثير سلبي على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مناشدا الجهات المختصة لتوفير وسائل النقل العامة لسكان المناطق. وأخيرا حث العقيد أسرس المؤسسات المعنية لإجراء إصلاحات موسمية لمنع تضرره بالفيضانات خلال فصل الخريف. في غضون ذلك تجري الاستعدادات لبناء غرفة لانتظار الحوامل وخزان مياه في مركز صالون الصحي بحسب المصدر. وكذا مدير المديرية المكلف السيد هيثم منقشة إن برامج التنمية الجارية ستخفف من حدة المشاكل والتحديات التي كان يعاني منها المواطنون. تجري في الإقليم الأوسط حملة تعبئة لانتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى التي ستجري في شهر مارس القادم. وأوضح المدير التنفيذي العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان لوكالة الأنباء الإريترية إن انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى ستجري في 16 مديرية ب 83 إدارة ضاحية و89 قرية. وقال إنه بموجب الإجراءات المتبعة يكون عمر الناخب الأدنى 18 عاما على أن يكون العمر الأدنى للمنتخبين 25 عاما على أن يكون قد أدى واجبه الوطني. وذكر بأن إدارة الإقليم جهزت كافة المستلزمات لإنجاز عملية الانتخابات، داعيا الناخبين لانتخاب من تتوفر فيهم الكفاءة والقدرة والمسؤولية. وأشار إلى أن عمر سلطة المنتخبين الجدد هي 3 سنوات، وبالإمكان انتخاب المرشح الواحد في 3 دورات متتالية، أي 9 سنوات فقط كحد أقصى. أفاد المزارعون في ضاحيتي طحال ونار أنس بمديرية أفعبت أنهم يحاولون تنمية الخضروات والفواكه لتؤتي بنتائج مشجعة. وأوضح المزارعون الذين يزرعون على طول ضفاف وادي هكانو لوكالة الأنباء الإريترية أنهم يطورون أنشطتهم في زراعة الخضروات إلى الفواكه منذ عام 2020. وأضافوا أنه يمكن تحقيق دخل أفضل إذا تم بناء حواجز للسيطرة على الفيضانات في المنطقة وتوفر دعم الآليات والمبيدات الحشرية. بالمثل حث المزارعون في نار أنس توفير المتابعة والمشورة المهنية من قبل الخبراء الزراعيين، وأكدوا أنهم يبذلون جهودا متواصلة لاختبار ثمار أخرى. ذكرت طبيبة الأسنان بمستشفى تسنية الدكتورة دستا تسفى مريم المواطنين بمراعاة نظافة الأسنان واللثة بانتظام لأنها ضرورية لضمان الصحة العامة. وأوضحت الدكتورة دستا أن قسم عيادة الأسنان بالمديرية كان يقدم خدمات على مستوى محدود، ولكن مع زيادة القدرات المتخصصة والمعدات من وقت لآخر صار يقدم خدمات متكاملة الآن. وذكرت بأن الأسنان ليست واجهة الجمال الطبيعي فحسب، بل تساهم أيضا بشكل كبير في صحة الفرد العامة. نصحت الجميع باتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على صحة الأسنان. وأشارت إلى أن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والألياف والكحول وغيرها من المحتويات التي تؤدي للإدمان هي من الأسباب الرئيسية لتلف الأسنان.
وحثت المواطنين على تناول نظام غذائي متوازن وتجنب الإدمان للحصول على أسنان صحية. وأضافت أنه إذا تناولت المرأة الحامل ما يكفي من الطعام المغذي فإن ذلك سيساعد طفلها على الحصول على أسنان جيدة وقوية في المستقبل. وقالت إن صحة الأسنان تعتمد على النظافة، وشددت على ذلك. ودعت طبيبة الأسنان بمستشفى تسنية الدكتورة دستا تسفماريام المواطنين إلى الوعي بالآثار الجانبية لعلاجات الأسنان التقليدية وتجنب ممارستها التي تمارس في المديرية بشكل مصغر. أشار فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في أغرداد إن الاتحاد يعمل على تهيئة البيئة المناسبة للشباب في مختلف المجالات والمناصب لاكتساب مهارات ومعارف إضافية لتطوير أنفسهم وتقديم مساهمات إيجابية للمجتمع والوطن. وأفاد مسؤول الفرع شاب ياسين محمد نور إنه يتم تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات للطلاب والشباب عبر تنظيماتهم المختلفة باستمرار في إطار تطوير قدراتهم المهنية وكفاءتهم الذاتية. وأوضح أن 227 شابا من بينهم 112 شابة يشاركون في التدريبات المهنية التي تقدم في هذه الأثناء برسوم رمزية. من جانبهم أشار المتدربون إلى أن الفرصة خلقت لهم منصة لتطوير أنفسهم، مذكرين بضرورة سد النواقص اللازمة في مركز التدريب. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي شمالي البلاد. وقال الدفاع المدني أن القتلى هم 14 امرأة ورجل واحد والمصابون 15 سيدة، ووصف ما جرى بأنها مجزرة مروعة. وأضاف أن الضحايا عمال زراعة إذ وقع الانفجار قرب سيارة كانت تقل العمال إلى طريق رئيسي في أطراف المدينة. وهذا هو الهجوم السابع بسيارة أو دراجة مفخخة في منبج خلال 5 أسابيع بحسب الدفاع المدني السوري. ويشهد ريف منبج معارك بين الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وسبق أن اتهم الجيش هذه القوات التي تهيمن عليها الوحدات الكردية بالوقوف وراء الهجمات المتكررة في المدينة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المنتجات الأوروبية ستكون قريبا جدا مستهدفة بدورها برسوم جمركية، وذلك عقب رسوم جمركية فرضها على منتجات من كندا والمكسيك والصين. وقال ترامب للصحافة إنهم يستفيدون منا حقا، كما تعلمون لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار. إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة على حد تعبيره. بدوره اعتبر وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراسي أن أوروبا يجب أن تفترض شكلا من أشكال توازن القوى في مواجهة تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية. ولا تزال الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة بين موقف دفاعي يميل إلى شراء المنتجات الأمريكية مثل الغاز الطبيعي المسال أو الأسلحة في محاولة للهروب من نزاع تجاري مع إدارة ترامب، أو نهج أكثر هجومية يميل إلى اتخاذ تدابير انتقامية محتملة. بالمقابل دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مواطنيه إلى دعم المنتجات المحلية، وذلك بعد إعلان الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة على واردات بلاده. انتقدت كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لوصفه إياها بأنها دولة مارقة، مؤكدا أنها سترد بقوة على الاستفزازات الأمريكية. هذا أول انتقاد كوري شمالي لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: لن نتسامح أبدا مع أي استفزاز من الولايات المتحدة، وسنتخذ إجراءات مضادة قوية للرد كالمعتاد. وأبدى ترامب الذي عقد قمما عدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال فترة ولايته الأولى رغبته بأن يتواصل مجددا مع كيم الذي وصفه بأنه رجل ذكي. وتعهد كيم الأسبوع الماضي بمواصلة البرنامج النووي لبلاده إلى أجل غير مسمى.
شهدت ولاية كوينزلاند الأسترالية فيضانات كارثية أسفرت عن مصرع سيدة وتهجير آلاف السكان وسط مخاوف من استمرار تدهور الأوضاع مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة. وكشفت لقطات جوية حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات في المناطق المتضررة، حيث غمرت المياه أحياء سكنية بأكملها في منطقة إنجهام، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لإجلاء المواطنين من المناطق المنخفضة المهددة بالخطر. وأفادت السلطات المحلية أن المناطق المتضررة وخاصة مدينتي تاونزفيل وإنغهام تشهد فيضانات غير مسبوقة، وحذرت من استمرار الأمطار الغزيرة داعية السكان في المناطق المنخفضة إلى إخلاء منازلهم فورا تفاديا لأي خسائر في الأرواح. في الختام فيما يلي تذكير بالعناوين. أعمال تنموية واسعة في صرونا. حملة تعبئة لانتخابات إدارات الضواحي في الإقليم الأوسط. سعي المزارعين في أفعبت لتنمية البساتين. 15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شرقي حلب. ترامب يتوعد أوروبا برسوم جمركية وتحذير من آثار عالمية. كوريا الشمالية تنتقد روبيو وتتوعد بالرد على الاستفزازات الأمريكية. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.